وليد صلاح الدين يخطر إمام عاشور بالانتظام في التدريبات الجماعية يوم الجمعة استعدادا لمواجهة الجيش الملكي المغربي. الأهلي يحاول التوصل لاتفاق ودي مع أشرف داري قبل غلق الميركاتو لتجنب دفع نحو 2 مليون دولار مستحقات متبقية. طارق العشري يحفز لاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة الأهلي أملا في الخروج بنتيجة إيجابية. قلق داخل الجهاز الفني للأهلي من تكرار الإصابات واتجاه لإراحة بعض اللاعبين ومنح فرصة لعناصر مثل عمرو الجزار وكامويش. عادل مصطفى يحذر الجهاز الفني للأهلي من صعوبة مواجهة الإسماعيلي بسبب الأسلوب الدفاعي المتوقع وإغلاق المساحات. إصابة تريزيجيه بشد أسفل العضلة الخلفية تؤكد غيابه عن مباراتي الإسماعيلي والجيش الملكي، وفرصة لحاقه بمباراة الجونة مرتبطة بسرعة التعافي. الجهاز الفني للأهلي يدرس الاعتماد على مصطفى شوبير لعدة مباريات مع منح محمد الشناوي فرصة لاحقا للحفاظ على جاهزيته. المدير الفني جرب يوسف بلعمري في خط الوسط بالتدريبات وأعجب بمستواه ويدرس الدفع به في هذا المركز قريبا. رابطة الأندية تؤكد إقامة قرعة الجولات الحاسمة للدوري بشكل علني دون استخدام الذكاء الاصطناعي. نادي أربيل العراقي يوافق مبدئيا على تسهيل انتقال مصطفى قابيل للأهلي نهاية الموسم حال تجدد التفاوض. الأهلي يتفق مع زيزو على عدم التسرع في العودة للملاعب لضمان التعافي الكامل من الإصابة. المدير الفني يبدأ سياسة التهديد بالاستبعاد لمحمد علي بن رمضان وبعض اللاعبين بسبب عدم تنفيذ التعليمات. الأهلي يقترب من صرف النظر عن إعادة أحمد خالد كاباكا بسبب تخوف اللاعب ورغبة نادي زد في استمراره. صفحات تابعة للترجي التونسي تسخر من محمد علي بن رمضان بعد تصاعد انتقادات جماهير الأهلي له. مدرب الجيش الملكي ألكساندر سانتوس يؤكد استهداف الفوز على الأهلي في القاهرة بعد التأهل لربع نهائي دوري الأبطال. مصدر بالأهلي ينفي تقديم عرض لفيستون ميلي ويؤكد أن النادي لن يدفع أرقاما مالية ضخمة لأي لاعب. محمود البنا يثير الجدل بتصريحات عن تدليل بعض الحكام المصريين من رئيس لجنة الحكام أوسكار رويز. بيراميدز يحسم صدارة مجموعته في دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على ريفرز يونايتد والتأهل لربع النهائي. سان داونز يعقد موقفه في مجموعته بعد التعادل مع ساند بوبو ويصبح مطالبا بالفوز في الجولة الأخيرة للتأهل. فوز كايزر تشيفز على المصري وخسارة الزمالك أمام زيسكو يعقد موقف الفريقين في الكونفدرالية ويقرب خروج أحدهما. تحفظ داخل الأهلي على رحيل كريم فؤاد ومحمد شكري إلى زد قبل إغلاق الميركاتو. بيراميدز يضع بند أولوية إعادة شراء محمد رضا بوبو بعد انتقاله النهائي إلى سيراميكا كليوباترا. محمود كهربا يفضل الانتقال إلى إنبي بدلا من غزل المحلة في نهاية الميركاتو الشتوي. عبد الرحمن رشدان ينتقل إلى فاركو بعد فسخ عقده مع الأهلي مجانا. نادي الوصل الإماراتي يعلن تعيين روي فيتوريا مديرا فنيا للفريق. إبراهيم المنيسي يؤكد أن مشاكل الأهلي فنية وليست بسبب الإجهاد فقط، وينتقد عدم تطبيق سياسة التدوير وإرهاق العناصر الأساسية. المنيسي يطالب باستغلال مباريات الإسماعيلي والجونة لمنح الفرصة للعناصر الشابة مثل عمر سيد معوض وإبراهيم عادل. أحمد شوبير يرى صعوبة تطبيق فكرة إلغاء التعادل في الدوري المصري رغم نجاحها في اليابان، ويقترح منح نقطتين للفريق الأكثر تفوقا رقميا ونقطة واحدة للآخر عند التعادل.